بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الإنسانية معلمنا وقدوتنا خير الأنام سيد البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم يا حضرات عن الفرق بين كتاب كليلة ودمنة وبين كتاب ألف ليلة وليلة، أو نعمل مقارنة بسيطة بينهم علشان الناس اللي بيخيل إليها إن كتاب كليلة ودمنة القصص اللي فيه هي قصص ألف ليلة وليلة. لا يا حبايبي، كتاب كليلة ودمنة يختلف كل الاختلاف عن كتاب ألف ليلة وليلة. نبدأ الأول بكتاب ألف ليلة وليلة، تلك الأسطورة، تلك الكتاب الذي يعتبر يعني الإبداع والإبهار والفلسفة والأسطورة بين جميع الكتب. كتاب ألف ليلة وليلة الأصلية يا حبايبي ليس لها مؤلف، واحنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، ولكن لا بأس علشان نفهم الناس ونعرفهم حقيقة الكتب اللي هم بيتداولوها وبيقرأوا فيها. كتاب ألف ليلة وليلة ليس لها مؤلف معروف، حيث أن كتاب ألف ليلة وليلة كتب السحر والجمال والخيال والجنس والإخراء وكل ما فيها من إبداع أسطورة دونت هذه الأسطورة على مراحل زمنية متفاوتة. يعني في كتاب ألف ليلة وليلة هتلاقي في هذه الكتب مثلا قصة الحمال والبنات. قصة الحمال والبنات اللي هي بداية الكتاب، بعد طبعا قصة شهريار وشهرزاد، إن شهريار كان ملك عظيم وكان متزوج من امرأة جميلة، وبعد كده ذهب في رحلة صيد فرجع لقى مراته الجميلة دي نايمة مع عبد اسود، فقتل العبد الاسود وقتل مراته الجميلة، وبعد كده قرر ان هو في كل يوم يقتل امرأة انتقاما للموضوع اللي حصل له في بدايته. تاني قصة معانا في مقدمة الكتاب هي الحمال والبنات. الحمال والبنات دي قصة حصلت أيام المماليك. قصة الحمال والبنات طبعا هنحكي كل الحاجات دي إن شاء الله فيما بعد مستقبلا، ولكن الحمال والبنات قصة حصلت أيام المماليك. في قصة بعد كده حصلت الحجاج وامرأته هند. قصة الحجاج وامرأته هند دي حصلت في بني أمية. إذن كتاب ألف ليلة وليلة اللي هو الكتاب الأصلي، النسخة الأصلية الغير منقاة اللي فيها الكلام كله بكل ما وجد، يعني على زي ما طبع زي ما كتب بالظبط، ليس له مؤلف. ممكن تلاقي كتاب ألف ليلة وليلة في الكتب في الأسواق، لما تيجي تشتري مثلا، عايز تشتري كتاب ألف ليلة وليلة، تلاقي مثلا مكتوب مثلا مؤلف الكتاب يعقوب الشاروني، ماما نجيبة، مثلا تلاقي محسن البيطار. كل هذه الكتب اللي هي ألف ليلة وليلة مقتبسة من النسخة الأصلية اللي هي ليس لها مؤلف، اللي هي اتعملت أيام المماليك وأيام العصر العباسي وأيام العصر الأموي، وفي جميع العصور دون هذا الكتب النسخة الأصلية من كبار المؤرخين والمثقفين والعلماء. بالمناسبة لهذا الكتاب، هو جمع منه اللي كتب لما هولاكو دخل الخلافة العباسية وحرق كل الكتب، وحط الخليفة العباسي في سجادة وفضلوا يضربوا فيه وحرق كل الكتب رماها في نهر الفرات. تحصلوا على كتاب ألف ليلة وليلة أو ما تبقى من كتاب ألف ليلة وليلة من نهر الفرات. فإذا كتاب ألف ليلة وليلة مبدئيا كده ليس له مؤلف. النسخة الأصلية لكتاب ألف ليلة وليلة ليس لها مؤلف. نيجي بعد كده لكتاب كليلة ودمنة. أولا كليلة ودمنة دول صنفين من بنات آوى اللي هم زي الثعالب والديابة والحاجات دي. كليلة ودمنة دول اسمين اشتقوهم مؤلف هذا الكتاب، وهو فيلسوف هندي جميل وعظيم يسمى بيدبة. كان هذا الفيلسوف الهندي في هذا العصر الذي ألف فيه الكتاب كان يوجد سلطان جائر الحكم وظالم وقاسي وشنيع، ولكن ما كانش في حد عارف يقول للسلطان ده انت بتظلم في الرعية بتاعتك وبتقسو عليهم وأنت رجل ظالم. فكر بيدبة
هذا الفيلسوف الجميل الذي جعل هذا السلطان بعد كده يعدل عن حكمه، فكر بيدبة وقال أنا أعمل كتاب على ألسنة الحيوانات وههديه لهذا الملك. الكتاب ده بيتناول سير السياسة والظلم والغدر والحب والخيانة والوقيعة، كل حاجة كتبت وعملها الإنسان في حياته الفانية دونت على ألسنة الحيوانات، فعمل منها بيدبة هذا الكتاب المعجزة في عصر غيبه. على فكرة يا جماعة، كتاب ألف ليلة وليلة وكتاب كليلة ودمنة الاثنين معجزة من معجزات العصر ليس لهم مثيل ومش هيجي لهم مثيل تاني. مقدمة كتاب كليلة ودمنة اللي بعد كده ترجمه للعربية ابن المقفع، هذا الكاتب العظيم أيضا اللي هو برضه هنتناول السيرة بتاعته كتير بعد كده، ترجم هذا الكتاب نظرا لجودته وحلاوة هذا الكتاب. هذا الكتاب لما اتعمل كان عمله الفيلسوف الهندي بيدبة، وبعد كده دون إلى الفارسية، ومن الفارسية إلى العربية ترجمه ابن المقفع عليه رحمة الله. يتناول قصة مالك الحزين، الأسد والثعلب والفراشة، الحمامة المطوقة، كتب كثيرة، النسور والغربان. كل هذه الكتب كانت تتناول الظلم والغدر والخيانة والوقيعة والحب والأمل والأمان والتفاؤل. قرأ هذا الملك الكتاب ودأب على قراءته فترة كبيرة من الزمن إلى أن انتهى من هذا الكتاب، وكانت نهاية هذا الظلم على يد هذا الكتاب. فطن هذا الملك وعرف ان ابن المقفع لما اهدى له هذا الكتاب كان عايز منه ان هو يكون ملك عادل محب، كان عايز يخليه، كان عايز يحسسه ان هذه الكتب اللي دونت على ألسنة الحيوانات هو الملك فطن بذكائه ان هذا الكتاب رسالة موجهة اليه. هنقول حكاية حلوة كده من كتاب كليلة ودمنة عشان بعد كده نتناول برضو سير ألف ليلة وليلة، ونحكي اللي ما بدأناه قبل ذلك عن قصة الطائر الذهبي وكده. هنحكي مثلا قصة جميلة عظيمة كده لذيذة من كليلة ودمنة اللي هي بتاعت الجمل، كلني يا مولاي. كان في أسد، هذا الأسد كان يتغذى على الفرائس في الغابة، وكان يلاحق هذا الأسد غراب وذئب وحدأة، كانوا يأكلون ما تبقى من فضلات هذا الأسد. غير أن هذا الأسد في يوم من الأيام عمل خناقة مع فيل، فالفيل أذى الأسد أذى جامد وعمل له كدمات، والأسد أصبح مريض طريح الفراش. قبل أن يقع الأسد في هذه المشكلة كان بيمر فشاف جمل يأكل من الحشائش، انقطع عن الطريق بتاعه، فخاف منه الجمل. لما شاف الأسد راح الأسد قال له ما تخافش، اطمئن، أنت معي في أمان، وأنا أديك عهد إنك في هذه الغابة تعيش وتأكل منها مثل ما أنت عايز، وأنا هديك عهد إن أنا مش هقرب منك. فرح الجمل بعهد الأسد وفضل يأكل من حشائش الغابة، يأكل. بعد ما حصل اللي حصل للأسد وتعب وأصابه الوجع والألم وفي كدمات، اللي حواليه ما عرفوش يسعفوه، ما عرفوش يأكلوا الأسد، ما عرفوش يجيبوا له الهم اللي كان بيجيبه. كلهم فكروا في الجمل، قالوا الجمل هو الوحيد اللي ممكن يغنينا من هذا الجوع، يلا بينا نروح للأسد. فراح الثعلب الأسد وقال له يا ملك الغابة أنت تعبان وجوعان وإحنا مش عارفين نعمل لك حاجة، ولكن عندنا في هذه الغابة جمل، إيه رأيك لو أكلناه؟ هب فيه الأسد هبة جامدة وقال له أنت بتستهبل يا ثعلب، ازاي عايزني اكل الجمل وانا اديته عهد بالامان؟ قال له خلاص يا ملك الغابه احنا هنفك لك العهد ده، واذا فكنا لك العهد ده يحق لنا ان ناكل هذا الجمل. فكر الاسد في ذكاء هذا المكير وسابهم. راح الثعلب والحدقه والغراب الى الجمل وقالوا له تعالى معانا عشان ملك الغابه تعبان وعايزين نزور. راح معاهم الجمل المسكين، طبعا كان بياكل في حشائش الارض الى ان ثمن وكبر وأصبح يغنيهم من الجوع. راح معاهم وهناك الأسد بدع الفكرة بتاعته الثعلب، قال له يا ملك الغابة احنا عارفين ان انت تعبان وجعان ولا تقوى على الصيد، فأنا أقدم لك نفسي بالهناء والشفاء، كلني يا مولاي.
راح رد عليه الغراب بسرعة قال له ياكلك انت عايز ملك الغابة يصيبه المكر ويصيبه الدهاء بعد ما كان ملك عظيم وعجيب، كلني انا يا مولاي. راحت ردت عليه الحدايه من الناحية التانية قالت له ياكلك انت يا غراب، انت هتعمل ايه اصلا يا ملك الغابة؟ انت اصلا غراب اسود معفن مالكش اي لازمة، واذا ملك الغابة اكلك ممكن يحس بالجرب ويحس كلني انا يا مولاي. فالاسد والغراب ردوا على الحدايه قالوا لا ياكلك انت. قديما قالوا في الأمثال من كان يريد أن يموت بالسم فليأكل حداء. وكلهم طلعوا لبعض مبررات إلى أن أتى دور مين؟ الجمل المسكين. قال له أكيد هيطلعوا لي عذر زي كده. قال له يا ملك الغابة أنا جمل جميل وسمين وأعيش في الغابة آكل من الحشائش، وأنت ملك أصابك الألم والوجع ونحن لك فداء، كلني يا مولاي. الثلاثة قالوا فعلا كله يا مولاي. وبهذه الطريقة خلص الثعلب الأسد ملك الغابة من الوعد الذي قطعه على نفسه، وأكلوا الجمل المسكين هم 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 هم. وإلى اللقاء في قصة أخرى من قصص كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة للمبدع العظيم الفنان القصاص الماهر أبو آدم وحود.